القلوب الراقية من حولنا هي السعادة الحقيقية. اللهم أسعد قلب من نحبهم فيك. مساء الورد، مساء الفل على أغلى وأحلى مشتركات على قلبي. مسيتكم بالخير يا الغاليات تاوعي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير على خير، إن شاء الله فيديوهاتي يلقوكم بخير. اليوم حبيبات قلبي جبت لكم قراطة أكثر من رائع، قراطة يجي زاكي، يجي بنين، وفي نفس الوقت فيتامين تاعو كما نقولوا حنايا لا يغنى عنه. هنايا حبيبات قلبي درت لكم قراطة قرنون، ان شاء الله ولا قرنع، ان شاء الله ينال اعجابكم وينال رضاكم بطريقه مبسطه تنال ان شاء الله اعجابكم. وليداتكم كاع ما كانوش ياكلوا القرنع ولا نتوما من الناس اللي ما ياكلوش القرنع، نقول لكم حبيبات قلبي سيو على هذه الطريقه، وان شاء الله باذن الله تعالى تنال اعجابكم، راح تدعوا لي باذن الله تعالى ثانيك دعوه تخير. هنايا حبيبات قلبي كما راكم تلاحظوا راني نقي في القرنع تاعي، وجبت لكم واحد القصه كما نقولوا حنايا واقعيه من المجتمع تاعنا، واللي بالك بزاف منا ولا بزاف من الناس راها كما نقولوا حنايا تعاني من هذه القصه. قصة اليوم مؤثرة وكما نقولوا حنايا فيها حكمة وفيها كما نقولوا حنايا ومفيدة بالنسبة للعقول الراقية. وقصة تاع اليوم كما نقولوا حنايا أثرها كبير، بالك تسلك ناس بزاف وتبدل من مفاهيم الناس بزاف، وتخلي الناس بزاف ترجع لطبيعتها، خاصة الناس اللي تشتت بيوتهم وكما نقول حنا تشتت بيوتهم، وازواج تفرقت من هذه المشكله، وعائلات ثاني تشتت كما نقولوا عائلات تكون في ضرر كما نقولوا حنايا وغبنه كبيره من هذه المشكله. وان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين هذه الحكمه تفيد الناس بزاف، وكما نقولوا حنايا تكون عبره وحكمه، وان شاء الله تكون تاع خير كما قال لك نستفادوا منها حنايا ويستفادوا منها خاصه المتزوجين ولا المقبلين على الزواج. قبل ما نبداو حبيبات قلبي الحكايه تاعنا ولا خاوتي، هنايا راكم تشوفوا كي راني نقي في القرنع، درت في الماء تاعي العصير تاع الليمون وراح نبدا نحكه بالليم اللي ما تنجمش تنقيه بالموس كما نقول حنا بالخدمي، تعرف روحها باللي تاكله بزاف، شديه تنقيه تقلعه كيما هكا بالملعقه وتنقي القرنع تاعنا. الحكايه تاع اليوم وهي قصه حقيقيه لواحد الانسان ولا واحد الجان ولا واحد الشخص اللي كيما قال لك تعجب وحار كيما قال لك في الزوجه تاعه. قال لك هذا الانسان كان عايش مع مرته مدة 6 سنين، جاي معها 3 ذراري وعايشين لا بيفي. قال لك كيما نقولوا حنايا مرا لي طايعتني، ومرا لي تبغيني، مرا لي تصوني، مرا لي رافده دارها، مرا لي خاطيها المشاكل وكل شيء. قال لك اشتهي، قال لك انا وليت نتعجب ونحير هذه المراه كي تروح لدارهم كيما نقولوا حنايا دارهم تسكن بعيده. قال لك كي تكون في دارها راي نورمال، رافدتني رافده ولادها، قايمتني حيه ما يخصناش ولا حيه ما تخصهاش هي ولادها. قال لك دارهم من بعيده، كي نديها في هذوك الشهرين تقعد ديك العشيه ولا في دارهم، كي ترجع المراه لدارها تجي كاع مقلوبه. الراجل تعجب من هذا المراه اللي تجي دائما مقلوبه. قبل ما نكملوا حبيبات قلبي القصه تاعنا راح نقول لكم على القرنون. درته هنا في الكيكوطه، درت له كم شتو عصرت فيه الليم، درت له شرائح تاع الليم ونديروه فوق النار مده 10 دقائق خواتاتي، 10 دقائق وطفوه، ما تزيدوش ل 10 دقائق لاخاطش رايح يطيب لكم بزاف كيما نقولوا حنا، وكيما نقولوا حنايا يطرى بزاف كي تجوا طعموا فيه راح يتكسر لكم. سي بوغ سا اللي خلوه غير 10 دقائق. ومن جهه اخرى عندي هنايا صدر تاع دجاج يكون شويه متوسط مش كبير بزاف، راني نقطع فيه باش نرحيه. قلت لكم ولا هذا الزوج يتعجب من مرته كي تروح نورمال، كي تجي مقلوبه. قال انا هذا المراه ما لهاش عندهاش ما عندهاش، ولات قال لكم كي تدخل تبدا من يفاتوا ديك 10 ايام تبدا تقول له انت ماكش راجل، انت يا راك منقص لي، انت يا راك منقص لي صباح في صوالحي، ماكش جافدني، ماكش قايمني، ماكش قايم ولادك. قال لك حتى وين وصلت ولات تقول لي انت كيما نقولوا حنايا ماكش راجل، وصلت وين كلمه. قال لك عيد الساعه فيها. قال لك المره الاولى دارت هكا، قال لك وتعاود ثاني تقعد قال لك شهرين ولا 3 شهور، قال لك نعاود نديها ثاني، تعاود تجيب نفس المنوال، تجي انت يا ماكش راجل، انت ماكش مقيمني، والناس عايشه لها بيرفي، والناس دايره، والناس فعله، وانا مانيش عايشه ومانيش ماكش معيشني انا ولادك. قال لك ثاني نفس الشيء. قال لك حتى واحد النهار قال لك ديجا قال لك في هذيك 6 سنين طلقتها مرتين. قال لك المره التاليه قال لي صاي دروك كان طلقها، دروك تقعد معايا وتقعد معايا كيف. هنا يا حبيبه قلبي قبل ما نكملوا القصه تاعنا كما راكم تلاحظوا راني حطيت اللحم المرحي تاعي ورايحه ندير له التوابل. درت له شويه سكه جبير، دوك تشوفوا كاع التوابل، درت له شويه سكه جبير، شويه كمون، شويه فلفله حمراء، شويه حبه تاع بيض، وزوج ملاعق تاع لا شابلور. هنايا ولا كان عندكم خواتاتي المعدنوس ديروا المعدنوس، لا ما كانش عندكم لا غالب، انا ما كانش عندي ما درتش. ودرت ثانيك الصوص تاع الثوم
كما راكم تلاحظوا حبيبات قلبي. قال لك عيد صابر صابر، بعد كينا قال لك واحد النهار صايدي سيديت باش نطلقها، قال لك باللي كما قال لك اللي جابها هي يجيب غيرها، ونسى راهم ياسريت صاي نطلقها ونبدا حياتي من جديد، ومع انسانه اللي تهنيني ما نضليش دائما في المشاكل معاها. قال لك خرجت واحد النهار قاعد برا نخمم شنو ندير شنو ما نديرش، قال لك الشيطان لعب لي براسي وقررت باش نطلقها نهائيا. قال لك حتى صوني التليفون تاعي وقعد قال لك يصوني قال لك انا ملي كنت منرفي ما بغيتش كاع نرفد. قال لهم بعد كينا لازم نرفد نشوف هذا اللي يعيط لي انسيستي عليا شكون. عيطت له وحده قالت له الو فلان، قال لها واه، قالت له انا يا فلانه، قال لها خير، قالت له ما عرفنيش، قال لها قالت له انا بنت خالتك. هنايا حبيبه قلبي نزيدوا زوج بورسيون تاع فرماج، نسيت باش نقولها لكم، زيدوا وخلطوا الكل مع بعض. قالت له انا هنايا قالت له انا يا بنت خالتك، قال لها واه، قالت له كي راك لاباس صافا كيما نقولوا حنايا الحمد لله. سخسيت كاع عليهم، قالت له باغي تسخسي، قالت له صباح ماكش في مشكله انت الزوجه تاعك ماكش في مشاكل، ماكش تبان مغبون وراك تبان. قال لها باللي قال لك كي قالت لي انا كي من هكا قال لك ضربني السلك للراس. قال سبحان هذه المراه شكون اللي خبرها. هنايا حبيبه قلبي ثاني نتوقفوا ونكملوا الوصفه تاعنا ومن بعد نكملوا القصه تاعنا. درت واحد رند ودرت السنه تاع الثوم، راح نصنع صوص طوماط، وراح ندير هنايا شويه تاع طماطم مطحونه في الدار انا صنعتها، وندير طماطم مصبره قد ملعقه تاع قهوه ولا نصف ملعقه تاع اكل. هنا يا خواتاتي وراح ندير شويه زيت، درت شويه التوابل اللي نديروهم في اللحم نديروهم هنايا في لاصوص تاعنا، وندير شويه ماء وشويه زيت وخلوها فوق النار حتى تنشف معنا غير شويه لاصوص تاعنا، ما تخلوهاش قاع تنشف لخاطش تسحقوها. ومن جهه اخرى انايا صنعت البيشاميل، راكم قاع تعرفوا خواتاتي ونعرفكم باللي قافزات وربي يستركم ويحفظكم قاع تعرفوا تصنعوا البيشاميل. درت البيشاميل ثاني شيء انا ما درت فيها فرماج بورسيون، درت فيها فرماج رابي من بعد اللي طفيت عليها. هذه يا خواتاتي قلت لكم قال باللي قالت له شوف انايا نسكن في بلاصه في القريه الفلانيه، القريه اللي تسكن فيها الزوجه تاعو، وقالت له نخدم قالت له باللي مرتك تسكن في القريه الفلانيه، قال لها واه، قالت له باللي عند خذ مرتك ماشي استاذه، هذا بنت خالته استاذه، قال لها واه، قالت له باللي شوفوا خواتاتي القرناع كيخرج صافي وابيض يجي اكثر من رائع، شي قلت لكم ما تطولوش عليه 10 دقائق وقلعوه. قالت له باللي خط مرتك ماشي استاذه، قالت له في القريه الفلانيه، قال لها واه، قالت له شوف غادي نعطيك نصيحه تاع اخت، قالت له على بالي في مشاكل ومانيش باغيه دارك تضيع، قالت له راح نقول لك المشكله اللي هي بينك وبين مرتك. قال لها خير ان شاء الله. قالت له شوف كي رانا نقعدوا هكا حنايا اساتذه في كيما نقولوا حنا كيكملوا ولا في الساحه ولا مش عارف كيفاه، كانوا نقعدوا مجمعين. قالت له راهي قبضتني تقبضنا سبحان خط مرتو، وقالت له بلي انا يا اختي عايشه لا بيلفي مع راجلها اللي يبغيها اللي داير لها شي تبغي واللي عايشها لا بيلفي. بصح قالت لهم شيء انايا راني غايره من اختي عندها راجل في الدار، وانا قالت لهم راجلي معايشني لا بيلفي كل شيء ما خصني حتى حاجه معاه، بصح هي اللي نقولها له يديرها كي شوف. قالت لهم انا راجلي موش راجلي كيما نقولوا حنايا بالعاميه بورورو، كيما نقولوا حنايا اللي تقولها له يديرها، فهمتوا. قالت لهم بصح انا خصني راجل يكون راجل، لازم تكون يفرض الشخصيه تاعو عليا، يفرض كيما نقولوا ديك حاجه يقولها ما ديريهاش. قالت لهم انا خصني راجل كيما هكا، وراجل تاع راجل اختي داير كيما هكا. قالت لهم لازم ندير لها المشاكل ولازم بعدها كيما نقولوا حنايا على راجلها، ويا انايا نطيح في يا انايا راجل يتسقم يولي كيما راجلها، ولا هي نطلقها على راجلها، ولا نطيح في راجل اخت اخر كيما نقولوا حنايا خير من كيما نقولوا كيما راجلها. المهم خصني راجل. كانوا يقولوا لها ينصحوا هذوك صحابيتها، قالوا لنا على الشيطان اختي ومنا سبحان الله رانا اساتذه ورانا حنا اللي رانا كيما قال لك كاد المعلم ان يكون رسولا، حنا اللي رانا نواسوا المجتمع نربوا الاجيال. شوفوا انا خواتاتي بعد عملت كاع داك القرن كيما راكم تلاحظوا، ودرت له هذيك لاصوص طوماط كيما راكم تشوفوا، اي باينه الصوره واضحه. نفرغوا كاع هذيك لاصوص طوماط تاعنا ومن بعد نفرغوا البيشاميل من الفوق، وديجا راني دايره الفرن تاعي يحمى خواتاتي. قالوا لها كيفاه؟ قالت لهم لازم، قالت لي لازم نفركت هذا الدار ولهذه العائله. هو نخلع كي قالت لها كيما قال لها شوفي ما نطلب منك والو بنت خالتي، قال انت بنت خالتي راكي في مقام اختي، وامك في مقام امها، وامها في مقام امك. قال لها شوفي راني رايح للدار ونعاود نعيط لك، وهذا الهضره كاع اللي درتي لي عاود يقوليها للزوجه تاعي. قالت له ما كاش مشكل، انا نقول انا اللي حاجه اللي فيها الخير نقولها.
راح هذاك الراجل مسكين داره وعيط لبنت خالته وبدات تهدر الطفله شوكيت، المراه خلعت، قالت يا حوجي هذيك اختي دارت لي هكا، كاع اختك باش تشوفوا الغيره، قالت لها اختي كاع هكا غايره مني وعلى بال، ثماك تاكدت وعرفت باللي فريمون عندها راجل بمعنى الكلمه، وهي اللي كانت وذنانه تسمع للهضره تاع اختها. شوفوا انا خواتاتي نقبلوا شويه قطعه تاع زبده نحطوها فوق هذيك البيشاميل، فوق الحبات تاع القرنع تاعنا ولا القرنون تاعنا باش يعطينا ديك لا دوغيغ، ومن بعد نحكم هذاك الفرماج نديره من الفوق. قال لك تالموني قالت لها كملت، قالت لها شوفي قالت لها غايره منك واش هضرت فيك واش دارت فيك واش عملت فيك، قالت لها حتى تغاشت، قال لهم حتى الطفله تغاشت، قال لهم كي تغاشت وفطنت قال لهم قالت له حسبي الله ونعم الوكيل. باش تشوفوا خواتاتي كاع الميزه والهضره كاع اللي نهضروا فيها على الغيره، على الناس اللي تبغي تفركت كما نقولوا حنايا الديار تاع ناس اخرى. معناتها الحكمه من هذا الوسمه ما ديري كونفيونس حتى في حد، كونفيونس حتى في حد، وماشي اللي تجي تهضر لك تسمعي لها. ولا ثاني هذا الاستوار على الزوجه وعلى الزوج، على الرجاله وعلى النساء. ثاني الراجل خاطر يكون وذنان يسمع الهضره تاع امه ولا تاع خواتته ولا الا ربي كتب لك تزوج تعيش كيما ربي راه كاتب لك. خاوتي من هذه الحكايه ولا من هذه الحكمه هي ديروش شي يقول لكم الناس، ديروا نتوما شرا في رسالكم، نتوما كيف راكم عايشين خواتاتي. هذه يا حبيبات قلبي، وهذا هو القرنع تاعنا في شكله النهائي. ان شاء الله يا رب العالمين ينال اعجابكم وين رضاكم. نقول لكم خواتاتي ولا خاوتي بالكم ديروا على هضره الناس، بالكم اللي يجي يوذن لكم في ودنيكم ديروا عليه، خاطش علاه كما قال لك كل واحد يعيش حياته، كل واحد يتصرف كما يبغي هو، ما تخلوش الناس تصرف لكم في حياتكم ولا يديركم في حياتكم. مالغي هذا الزوج كان يبغي مرتو يموت فيها، مش حوس على المشاكل، مش حوس يفرك داره، مي جاتو وحده كي الحجه في الصباط بغات تفركت له داره. حسبي الله ونعم الوكيل من هذا الناس. ان شاء الله يا رب العالمين كنت فتكم، وان شاء الله القصه تاع اليوم تكون فاني فتكم وديتوا منها عبره وحكمه. مع السلامه حبيبات قلبي في فيديو اخر.